لأن الهدف الأساسي قضاء على الجيش المصري واستبداله بحكم الميليشيات. بدأ التجهيز الهندسي والقتالي وتجهيز المسرح اللي يفصل سيناء عن مصر. عشان كده اللي أنا أدركته إن ثورة 30 يونيو مش ضد الإخوان بس، ده ضد قوى عظمى كانت بتستخدم الإخوان كحصان طروادة لتنفيذ مؤامرتها الكبيرة. قبل نحو عقد من الزمان كانت مصر تقف في مواجهة مؤامرة كبرى. جماعة لم تكتف بإثارة الفوضى، بل كانت تخطط لتفكيك الدولة وإضعافها عبر تقسيم المجتمع وزرع الفرقة في صفوفه والتشكيك المستمر في كل ما تقوم به الدولة من جهود للتعافي وامتلاك عناصر القوة. أطاح الشعب بتلك الجماعة في ثورة 30 من يونيو عام 2013 ودفع ثمنا باهظا لإعادة الأمن والاستقرار. كانت في تحديات اكتر مع عنصر بقاله 90 سنه تقريبا قاعد بينخر في عظم وعقل ووعي الانسان في مصر. 90 سنه بيعمل كده. واليوم يتم كشف فصول المؤامرة كاملة. فقد أرادت الجماعة لمصر أن تكون دولة ضعيفة بلا جيش قوي ولا قدرة على حماية حدودها أو الدفاع عن مصالحها في منطقة يعاد تشكيلها من جديد. انتقدوا تطوير الجيش وتسليحه وسعوا إلى التقليل من أهمية صفقات التسليح، بل حاولوا تأليب الشعب على جهود تحديث قدرات القوات المسلحة. الجيش المصري بيشتري أسلحة رهيبة. هيعمل ايه السيسي بطيارات الرافال؟ في الغالب هتبقى تكاتف، محور رافال هتبقى ايه؟ رافال، غواصات، حاملات طائرات، مليارات. السلاح لمين؟ لمين السلاح؟ مصر مش محتاجة السلاح. ولو بقي الجيش المصري كما أرادوا له محدود القدرات لكانت الاضطرابات قد ابتلعت مصر كما فعلت بدول أخرى في المنطقة. لكن تطوير الجيش والمحافظة على مكانته كأقوى جيش عربي جعلا من مصر قوة قادرة على مواجهة العواصف التي تضرب الشرق الأوسط. حتى سيناء لم تسلم من حملتهم المنظمة ضد عمليات الجيش لتطهيرها وإعادة الأمن إليها. ولو بقيت كما كانت مسرحا للفوضى لكانت مصر اليوم غارقة في صراع كبير، ولكان من السهل الترويج بأنها ممر للتهريب. حينها كانت بعض القوى ستتذرع بهذا الفشل للتدخل في سيناء بحجة أن مصر عجزت عن تأمين أراضيها، وكان هذا هو المخطط، تمهيد للتدخل الدولي ضمن لعبة مخابراتية كبرى. جالك من بره كل اللي كان محكوم عليهم وكانوا مطلوبين، ده ما نزلش راح بيته، راح على سينا، ما راحش بيته. بدأ التجهيز الهندسي والقتالي وتجهيز المسرح انه يفصل سينا عن مصر. فيكون سهل تسليمها للعدو لخدمة